صباح الخير يا حلوين، صباح الأمل، صباح كل حاجة جميلة. النهاردة هنعمل مع بعض مشروب جميل جدا للأنيميا. طبعا معظمنا بنعاني من فقر الدم أو الأنيميا. فطبعا معظمنا اللي عنده أنيميا أصلا ما بيحبش أي حاجة فيها حديد زي حالتي كده. فطبعا المشروب ده لقيته جميل جدا، فأنا بقالي أسبوع متابعة عليه وحاسة بتحسن وحاسة فيه نشاط شوية، لأن الأنيميا بتعمل الواحد خمول وكسل وكل حاجة ودايما صداع. فانا بقالي اسبوع الحمد لله ماشيه على المشروب ده، فقلت لازم اعمله معاكم. طبعا عندنا الجزر وعندنا التفاح والبنجر اللي هو الشمندر، وعندنا هنا الاناناس وهنا الفراوله. فطبعا الاناناس والفراوله دوت اختياري في الاساسي في المشروب بتاعنا التفاح والجزر. طبعا فيهم فوائد عديده جدا، وطبعا لعلاج الانيميا وضعف النظر واي حاجه بتسببها الانيميا. فطبعا النهارده نقطع كل المكونات زي ما انتم شايفين حضراتكم كده مع بعضها. وطبعا مش هنسلوها لان لما نسلوها بتقل الفايده بتاعتها، فهي طازه كده. وهنبدا كده نقطع التفاح بتاعنا، ولازم التفاح بتاعنا يكون التفاح الاحمر. هنحاول ننضف التفاح من اي بذور جواه، وهنقطعه كده تقطعات صغيره. وزي ما انتم شايفين حضراتكم كده قطعنا كل الموجود عندنا. طبعا البنجر ده لونه جميل جدا، فمفيد اصلا للانيميا، واي حاجه فيها اللون الغامق اللي هو اللون الاحمر لون الدم ده بتبقى مفيده قوي للانيميا، وطبعا مفيده للقلب. فطبعا هنزل بالمكونات كلها معنا هنا على الخلاط، ونديها الفرمه الكويسه كده. طبعا لون العصير وطعمه ما شاء الله جميل جدا. فزي ما انتم شايفين كده هنضرب كل المكونات في بعضها. نضربها ضرب مجرح. طبعا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده بعد ما خلطنا كل المكونات مع بعضها هنبدأ نصفيه وهي يبقى معانا احلى عصير. وطبعا بدل ما بنحبش ناكل الحاجات دي كده، فاحنا هنشربها عصير. وطبعا اختياري، ممكن تحطي عليه معلقة عسل اسود برضو هيعزز الفايدة بتاعتها. وزي ما انتم شايفين كده صفناها كويس قوي من اي صفينا القشور بتاعتها. وطبعا دي مش هنرميها، هنعمل بيها ماسك للبشرة، مقشر للبشرة. فطبعا انا طبعا التصوير بتاعي مش واضح، ففيها عسل في الكوباية فهصب عليه العصير. طبعا كوباية عصير غنية بكل الفوائد، وفيها حديد وفيها نسبة سوائل جميلة ومفيدة قوي للبشرة وللشعر. ويا رب تكون حلقة النهاردة نالت على إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.